السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل احلى اكلة شعبية كل الناس بتحبها وما بيختلفش عليها اتنين، الكشري المصري. يلا بينا. انا حاطه هنا على النار حلة فيها مية، بعد ما غليت حطيت ميكس كده من المكرونة، اي نوع مكرونة انت بتحبيه. عندي زيت هحمر فيه شرايح من البصل. شرايح البصل انا رش عليها رشة ملح ومعلقة دقيق ومقلباهم مع بعض كويس. هتطلعي احلى شرايح بصل مقرمشة ممكن تدوقيها في حياتك، وطعمها حلو جدا جدا جدا. الزيت اللي احنا بنقلي فيه البطاطس هو ده الجوكر بتاع الوصفة بتاعتنا النهاردة، هنعمل بيه كل اللي جاي بعد كده. يبقى انا اول حاجه عملتها حطيت ميه على النار وحطيت عليها ميكس من انواع المكرونه اللي انتي بتحبيه، وبعد كده حطيت الزيت. بعد الزيت ما سخن نزلت عليه بحلقات البصل اللي انا رش عليها رشه ملح صغيره جدا ومعلقه دقيق، ومقلباهم مع بعض كويس جدا، وحطيتهم يتقلوا وهيطلعوا احلى بصل مقرمش انتي دقتيه في حياتك، حلو جدا جدا جدا. طبعا انا قعدت اقلب 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 كتير جدا جدا، لازم تقلبي البصل عشان ما يلزقش ويمسك في بعضه ويعمل تكتلات مش لطيفة، فخلي دايما ايدك في البصل. انا قعدت على فكرة اقلب في البصل كتير جدا، بس انا حاولت ان انا اقطع لكم الجزء ده شوية عشان ما تزهقوش. خلاص تمام. عندي طماطم، هقطع الطماطم وهضربها في الخلاط، بسيطة خالص. انا عارفة ان احنا كلنا بنعرف نعمل كشري، بس احنا قلنا نغير شوية. خلاص تمام. يبقى انا هستمر في تقليب البصل، هقلب البصل كويس جدا علشان ما يتكتلش ويمسك في بعضه ويطلع لي بصل مش حلو خالص، وان شاء الله هيطلع معاكي مقرمش، وجربيه وعلى ضمانتي وهتدوقيه وهيعجبك جدا جدا جدا. كلنا طبعا بنعمل الكشري المصري وكلنا عندنا تكات للكشري المصري. انا هقول لكم على التكات بتاعتي النهارده، وقولوا لي بقى انتوا بتعملوا زي بالظبط ولا ايه، واللي بيعمل حاجه مختلفه يا ريت يقول لي، ناخد من بعض كده شويه افكار ونصايح ونساعد بعض ونعمل احلى اكل. في ناس طبعا بتعمل الحمص مع الكشري المصري، انا الصراحه مش بعمل حمص مع الكشري المصري، مش بيحبوه عندي فمش بعمله. خلاص تمام. يبقى انا عندي الجوكر النهارده اللي هو زيت البصل، الزيت اللي انا قليت فيه البصل ده هعمل بيه بقيه الوصفه بتاعتي. انا هنا بتاكد بس ان المكرونه بتاعتي تمام وما تكتلتش معايا، بقلبها طبعا كل شويه وهي على النار. خلاص هي كده المكرونه خلصت، هروح بقى ايه اصفيها. وادي كمان البصل خلاص اهو تقلبتين وهطلع على طول علشان ما يتحرقش مني. كده خلاص تمام. هنطلع ان شاء الله البصل لان هو كده خلاص اخد لون حلو جدا جدا، وهو ده اللون اللي انا عايزاه. بس في كام واحده بيضه كده قلبتهم شويه لحد ما ايه ما اتحمروا معايا. خلاص كده انا هطلع البصل، هصفيه على مصفى، مش هصفيه على مناديل. هيبقى فيه شويه زيت بس مش هتحسي بيهم ولا هيحموا على صدرك ولا اي حاجه خالص، مش هتحسوا باي حاجه خالص. هصفي الزيت في مصفى مش على مناديل. لو صفيت سوري البصل على مناديل هيطرى معايا، مش هيبقى هو ده اللي انا عايزاه. فهصفيه في مصفى كده، مصفى الزيت بتاعتي هصفي فيها البصل. وادي المكرونه صفيتها من الميه، اديتها شطفه صغيره مش كبيره قوي يعني. هحط عليها بقى 3 4 معالق كده من زيت البصل الخطير ده. ودي اول تركه، بتعملوها ولا لا؟ خلاص كده انا حطيت مثلا 3 معالق من زيت البصل، رشه فلفل اسود. هقلب بقى المكرونه التحفه دي. انا عندي على فكره ابني سليم بياكل المكرونه كده بس من غير اي حاجه خالص، طعمها حلو جدا بتبقى. خلاص نيجي بقى لتاني حاجه هنعملها مع بعض اللي هي الرز والعدس. بعمل ايه انا باخد برضو شويه من زيت البصل. شفتوا هو بتاعي النهارده ده مش هسيبه ابدا، هستعمله. يبقى انا خدت شويه زيت بصل في الحله بتاعتي وهحمر فيها نص كوبايه شعريه. انا مش عامله المره دي كميه كبيره، انا عامله كميه صغيره، وخدوا الكميات وزودوا زي ما انتوا عاوزين. انا حطيت نص كوبايه شعريه، نص كوبايه شعريه. هحط عليها كوبايه الا ربع رز مغسول ومتصفي. يبقى انا اخدت شويه زيت البصل وهحمر فيها نص كوبايه شعريه،
وبعد كده هنزل عليها بكوبايه الا ربع من الرز المصري المغسول المتصفي. تمام، ادي الرز اهو، غسلته طبعا وصفيته. وكمان نسيت اقول لكم ان انا اول حاجه عملتها اول ما دخلت المطبخ ان انا نقعت كوبايه عدس بجبه، او العدس الاسمر ده اللي هو عدس الكشري، نقعتها في ميه بتغلي، ميه سخنه جدا جدا. يا اما في ناس بتغليه على النار، لكن انا بنقعه في ميه مغليه لمده نص ساعه لساعه، لحد ما تحسي ان هو خلاص بدأ يستوي معايا. وبرده في تركايه بعملها هقول لكم عليها. يبقى انا كده حطيت حطيت زيت البصل، حطيت عليه نص كوبايه شعريه، حطيت عليه كوبايه الا ربع رز مصري مغسول ومتصفي، وبعد كده هحط عليه العدس المنقوع في الميه السخنه، ميه بتغلي نقع فيها العدس لمده نص ساعه لساعه الا ربع ساعه، على حسب يعني وقت ما تسيبيه اكتر يبقى تمام قوي، على حسب وقتك يعني، بس هو ما تقليش عن نص ساعه عشان يبدا بس يطرى يفتح معاكي. خلاص هقلب بقى كلهم مع بعض، هقلبهم كويس قوي مع بعض بحيث ان كلهم يتشربوا من 3 4 معالق زيت اللي انا حاططهم في الاول. وبعد كده هحط عليهم التوابل. طب مش احنا بنسوي الرز دوت بميه؟ طب تفتكروا هسويها بميه ايه؟ اقول لكم بقى على السر التاني. هسوي الرز النهارده بتاعي بالميه اللي انا كنت ناقعه فيها العدس. انا هنا بحط ملح، مش هحط غير 3 توابل بس ومش هكتر منهم. ملح، رشة فلفل اسود صغيرة، وطبعا المكون الاساسي معانا وهو الكمون. لازم نحط كمون في الكشري يا جماعة. خلاص هقلب بقى كلهم مع بعض، وهجيب المكون السري بتاعي اللي انا هسوي بيه الرز النهارده، وهو ميه العدس او الميه اللي انا كنت ناقعه فيها العدس. طبعا العدس قبل ما بنقعه في الميه السخنه انا بغسله كويس جدا جدا جدا، بغسل العدس كويس جدا واضمن ان الميه اللي بتنزل منه ميه شفافه ما فيهاش اي شوائب، لاني هاخد الميه اللي اتنقع فيها وهسوي بيها الرز، فلازم ابقى ضامنه ان هو نظيف. الميه طبعا غامقه لان هي اخدت كل المعادن الحلوه اللي انا عايزاها من العدس، يبقى لازم استخدم الميه دي. الميه دي ميه نظيفه يا جماعه، هي واخده اللون ده من العدس عشان كان منقوع فيها. خلاص هاخد الكميه المناسبه لتسويه الرز بتاعي من ميه العدس اللي انا كنت نقعاها فيها. طبعا هقلب كويس جدا وهسيبه يتشرب شويه، وهوطي عليه توطيه الرز العاديه خالص لحد ما يستوي معايا. خلاص انا عارفه يا جماعه ان الكشري سهل وكلنا بنحبه وكلنا بنعمله وكلنا لينا تريكاتنا فيه وكلنا شاطرين ما شاء الله. انا حابه بس اقول لكم يعني ايه التريكه بتاعتي اللي انا بعملها، ممكن يكون حد بيعملها، ممكن يكون حد ما يعرفهاش يجربها تعجبه. كلنا بنفيد بعض، كلنا بنفيد بعض، واللي ليه اسلوب تاني في الكشري يا ريت يقولي. خلاص انا هنا خلاص الرز تقريبا يعني بدأ اهو خلاص يتشرب الميه بتاعته. قبل طبعا ما يتشربها خالص بوطي بقى النار وبغطي وبسيبه يستوي براحته خالص. تالت حاجة هعملها وهستعمل فيها الزيت بتاع البصل وهي الصلصة. نفس الكلام، هاخد شوية زيت من زيت البصل بتاعي، الجوكر بتاعي النهاردة. هو فين الجوكر؟ اهو. خلاص هصفي شوية زيت وهاخدهم برضو عشان اعمل الصلصة. في ناس بتعمل الصلصة لوحدها بالثوم، وفي ناس بتعمل الدقة لوحدها. انا بعمل الاتنين مع بعض في نفس الحلة بتاعتي. ازاي يا شوشو بتعملي كده؟ بعد ما بحط الزيت بحط معلقه توم مفروم. بجيب يا جماعه لو انا عندي توم مفروم في الفريزر انا مفرزاه، بجيبه من الفريزر وبحطه وهو ساقع كده متلج. ما بسيبش ابدا التوم بره يسيح، هيصفر وهيديكي طعم مش لطيف خالص. باخده من الفريزر، اخد منه المعلقه بتاعتي وبرجعه الفريزر تاني، ما بسيبوش ابدا معايا في المطبخ عشان يفضل لونه فاتح ومديكي النكهه والريحه التحفه اللي بتبقى طالعه منه فظيعه بجد. تمام، يبقى انا بعمل الدقه والصلصه مع بعض. بعد ما بحط الزيت بحط الثوم، بحط الخل. يبقى بحط الزيت، بحط توم، بحط خل. الخل بقى مع التوم بيديني ريحه واو بجد. طبعا كلنا عارفين الريحه دي تحفه جدا جدا جدا. بقلبهم مع بعض شويه يغلوا بس كده مع بعض، يعني ايه، يشكشكوا مع بعض كده شويه، بس طبعا مش بسيبهم يغلوا كتير عشان الخل ما يتبخرش. وبعد كده بنزل بالطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط
او بالهاند بلندر او يعني ابشريها براحتك خالص على حسب سمك الطماطم اللي انت عايزاه. تمام. بس خلاص ما بعملش اكتر من كده. الدقه والصلصه مع بعض في حله واحده، زيت، البصل، عليه معلقه توم، عليه نص كوبايه خل، عليه الطماطم المعصوره او المضروبه او المبشوره براحتك خالص. بقلبهم مع بعض مع الملح ورشه الفلفل الاسود ورشه الكمون اللي لا غنى عنها في الكشري. خلاص خلصت وصفتنا، سهله سريعه بسيطه، مش هتقفي في المطبخ اكتر من نص ساعه بس. طبعا لو انت محضره حاجتك كلها حواليكي هتخلصي في نص ساعه، والله والله العظيم يا جماعه اقل كمان من نص ساعه. فعلا الحاجه بتستوي ما شاء الله بسرعه، انت مجهزه حاجتك، مرتبه افكارك، عارفه انت هتبداي ايه وتعملي ايه. خلصت الصلصه معايا خلاص، هغطي عليها واسيبها تتسبك على نار متوسطه، وهتدوقي احلى صلصه، صلصه ودقه مع بعض. انا كده خلصت خلاص الوصفه. تعالوا بقى نشوف، تعالوا بقى نشوف احلى كشري مصري. شفتوا الصلصه وجمالها ولا الريحه؟ فظيعه. وادي المكرونه بتاعتنا، الميكس المكرونه بتاعنا اللي حاطين عليه شويه زيت البصل ورشه فلفل اسود، مفلفله مش معجنه. وادي كمان الكشري الخطير اللي ريحته قلب البيت، تحفه جدا والف هنا. تعالوا بقى نشوف الاطباق. يا سلام، حاجه بسيطه على قدي انا واسرتي. بخلي طبعا البصل المقرمش التحفه، بصوا البصل وجماله فظيع، بخليه لوحده في طبق والصلصه في طبق، وبيحطوا في اطباقهم زي ما هم عايزين، مش بحط كله على بعضه. وبس خلاص، هي دي وصفتنا للنهارده، وصفه بسيطه سريعه شعبيه جميله الكل بيحبها كبير وصغير. اتمنى تكون عجبتكم، اتمنى اكون خفيفه على قلوبكم، واتمنى دعمكم ليا، لايك وشير وسبسكرايب. وشكرا جدا على متابعتكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.